غريب يتألق منذ أول فرصة. هل يختصر طريق الخضر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل أن نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. تألق اللاعب الجزائري ريان غريب في أول فرصة حقيقية منحت له مع ناديه الجديد مغدي بورغ بعدما قاد الفريق التأهل في كأس ألمانيا مساء يوم الجمعة، واختار صاحب 26 عاما مغادرة فرنسا والالتحاق بالدوري الألماني ولو من خلال الدرجة الثانية مباشرة مع وصول عرض هذا النادي، وهو الذي كان يحمل ألوان غنغون. ليبدو بأن هذا القرار قد يكون صائبا في ظل البداية القوية للاعب، والذي سجل ثنائية ساهم من خلالها في تأهل ناديه للدور القادم في الكأس. وتألق غريب في المباراة بين ناديه وضيفه ساربركورن، ما سمح لمغدي بورغ بالتأهل، حيث سجل اللاعب الهدفين الثاني والثالث في فوز فريقه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. وأشاد مدرب مغدي بورغ بإمكانيات لاعب الفرنكو الجزائري، وأكد في نهاية المواجهة بأن الجودة الفردية للاعب قررت نتيجة المباراة. فقال ماركوس فيدلر: لقد لعب ريان مباراة رائعة، ولقد تمكن خلالها من إثبات جودته الكبيرة بقدمه اليسرى، ولقد قرر المباراة بفضل جودته الفردية. بينما علق اللاعب على تألقه تسجيل ثنائية، فقال بأنه لم يفكر كثيرا في الأمر، ليذكر بأنه يحب أن يكون خطيرا أمام المرمى، سواء كان ذلك من خلال تمريراته أو بالمراوغة. وأضاف بأن ذلك هو أسلوبه. قد يستفيد غريب من خطوة الانتقال لألمانيا حتى يخطف أنظار أندية أكبر في أسرع وقت ممكن، وهو طريق مختصر أيضا لأجل طرق أبواب المنتخب الجزائري مستقبلا. شاركوني رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.